السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أخواتي أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم إلى فيديو جديد على قناتنا المتواضعة. إذا إخواني أخواتي غنهضروا على الصورة اللي نشرها الكراغلة للاعب ديالنا حكيمي بعد استقبال ديالو من طرف العائلة ديالو بالشمال، وأنهم ناضوا داروا ديك التصويرة، داروا لها المونتاج وخذوا فيها البصاره وقالوا يتم استقبال حكيمي بالبصاره. كما شاهد الجميع بعد ما قاموا هما باستقبال فريق السنغال بميلفوي والحلوى ديال لاكريم وقرعه ديال المرضى ديال 2 دراهم. بعد ما ترجع على هذا الاستقبال هذا، وهذه ماشي الطريقه ديال الناس اللي ممكن انك تستقبل بها واحد الوافد انه جا لعندك، والطريقه باش تظهر بالوجه ديالك مشرف. الاخوان واحد الحاجه ان المغرب هو البلاد الوحيد، وقولوا عليها مزيان نسطروا عليها مزيان هذه الكلمه هذه، البلاد الوحيد اللي كتلقى فيه الدار، هاد الدار كلها مقاده مزيانه، واحد البلاصه كتكون الدار ديال البيت ديال الضياف كتكون احسن استقبال، احسن فراش، احسن تلفازه، احسن صباغه، احسن اي حاجه تتكون ان المغرب هو اللي فيه هذا البيت هذا بوحدو، بيت ديال استقبال الضياف. فما بالك ان البصاره من تقاليد واعراف الناس ديال الشمال، وكيفتخروا بهذه الاكله هذه، ونحن كذلك نفتخر بها. فرو ديال الكرويله بيت قاد البصاره، عرفتي خصك تجي دوز عامان ولا 3 سنين باش تعلم كيفاش تقاد البصاره على حقها وطريقها، باش انك تنوض تعاير المغاربه بسوء الاستقبال، فان هذا لا يقبل منك ابدا، وما يقبلوش منك كيفما كان ذلك. وانتم راه بينتوا الشبهه ديالكم، بينتوا الامور ديالكم بالتصاور بالفيديوهات، انكم قمتم باستقبال الوفود بالحلوى ديال 2 دراهم وقرعه المرض ديال درهم ونص. فهذا شيء عيب، والله العظيم الا عيب بهذه الطريقه هذه وبهذا الشكل هذا. ونزيدكم الكرغين ان المغرب معروف بالجود والكرم والتكبراني، تيكبروا بالضيف ديالهم وتيعينيهم لكل لقاو يحطوهم الانسان كيحطوهم ليه. لكن نتوما والعز الناس ديال القصر الكبير، وتحياتي واكبر احترام لهاد الناس هادو، وتعرف بان البصاره من تقاليدنا العريقه. وكما قلت لك في الاول، انا خاصك تجي دوز ستاج باش انك تعرف تقاد البصاره على احسن وجه. ونزيد كبصبع ان المغاربه كلهم قاطبه معروف عنهم انهم الى جاهم الضيف تتكون الطبله ما شاء الله عامره بالمأكولات وبالفواكه، وكتكون ولا يقتصر الامر على نوع واحد ديال الاكل، بل عده انواع من الاطباق ديالنا الرائعه المغربيه المشهوره عبر العالم، على سبيل المثال الكسكس والطاجين والطاجين والكسكس الى اخره، والهضره في راسك. ويا ايها الكراغيله، فالمغرب بزاف عليكم، حنا ما كنقارنوش بينكم وبين المغرب، حيت بزاف عليكم باش تقارنوا مع المغرب ديالنا والمأكولات ديالو المعروفه عالميا، الاصاله، الذوق تبارك الله معروفه في جميع المصنفه، كاينه في الفنادق المصنفه عالميا كالكسكس والطاجين الى اخره. ايها الكرغولي، اذا الاصاله تبارك الله والذوق والنظافه، وكما قلت لك في الاول يا اخي ان المغرب هو البلاد الوحيد المعروف بدار الضياف، تحت ما يدخل ليه تحت تيتسد حتى كيجي عندك الضيف. والبيت ديال الضيف عندنا في المغرب فاحسن من احسن القصور ديالكم، احسن منه بيت واحد في المغرب ديال الضياف احسن من القصر ديالكم، من احسن القصور ديالكم بالجزائر. واوحيتك علما ان المغرب دوله مضيافه تبارك الله، وما بالك السيد شرف المغرب بواحد التشريف، هز بالرايه ديال المغرب في جميع في قطر، هز بالرايه ديال المغرب في قطر، وتعرف المغرب على الاسماء على داك المجهود ديالهم اللي داروا هو الاصدقاء ديالو، ويجي ويستقبلوه بالبصاره. واش دابا انت ويجي ويستقبلوه بالبصاره بوحدها؟ البصاره اولا هذيك معزه وافتخارا بهذه العباده عطاوه البصاره، انت تجي انت لهنا راه البصاره كاع ما نحطوهاش لك. كون على يقين ان البصاره ما غاديش تحط لك كيتغدى ولا ما غدا تقول ديالكم هذيك الا ذقتيها وشفتي الطعم ديالها اللذيذ.